السلام عليكم. وصفه ديال اليوم غير سجلوها عندكم، غادي تنفعكم بزاف للغوتي وحتى في وصفات ديال رمضان ان شاء الله. خطيره بعجين قطني دغيا كتوجد، فسجلوها عندكم باش تجربوها وخليو لي اراكم في التعليق. غادي نحتاجو في بول كاس ديال الحليب دافي، ملعقه كبيره من خميره الخبز، ملعقه كبيره من السكر، قبسه من الملح، وغنخلط المكونات جيدا. غادي نخليهم يتفاعلوا لمده ديال 2 دقائق، من بعد غادي نرجع ليهم. غادي نضيف لهم حبه من البيض، 4 كاس من زيت الزيتون، وغادي نخلط المكونات ديالي جيدا. غنجمع العجين ديالي بالدقيق ابيض، استعملت 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق نوعيه جيده يكون مغربل مزيان. غادي نجمع العجين ديالي يكون رطب ومتماسك، غادي ندلكو مزيان، ضروري شويه دليك. عجين كيكون رطب ومتماسك نخليه يخمر المده الكافيه حتى يضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للحشو، في مقله احتاجيت حبه من البصل كبيره، حبه من الفلفل الحلو كبيره، زدت لها شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال زيت الزيتون. غنشحرها مزيان ونضيف لها علبه ديال الطون اللي مصفيه من الزيت، وغادي نطفي عليها ونخليها جانبا تبرد. من بعد ما خمرت لي العجينه ديكازيتها، غادي نورقها رقيقه شويه بسمك متوسط على هذا الشكل. غنخليها تخمر وغندوزو باش نحضر واحد الصلصه بيضاء. خديت جبن ديال الدهن، ضفت ليه شويه ديال الحليب ولا الكريمه السائله اللي متوفر، غادي نخلطهم مزيان. هنا من بعد ما خمرت ليا لاباط، غادي نشكل فيها هاد الحفيرات بهذا الشكل. كناخذ هذيك الكريمه اللي حضرنا ديال الجبن، درتها في بوش ودوزتها على هذا الشكل. من بعد غادي نعمر بلا فاص، وغادي ندير الجبن الاحمر والجبن الموتزاريلا واللي متوفر عندكم تقدروا تخدموا به. كندخلها طيب عافيه مهيله 200 درجه من الاسفل ومن الاعلى حتى كتغاتينا وكتجي على هذا الشكل. جربوها اكيد غتنال الاعجاب ديالكم وخليو لي ارائكم.